السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا عليا. جايلكم وصفه جديده وان شاء الله مفيده. هنعمل مع بعض النهارده البسكوت اللي طالع ترند، اللي هو الطبقات ده. في الاول نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والمقادير بتاعتنا بسيطه وسهله وان شاء الله تكون موجوده في كل بيت. احنا معانا بيضه واحده بس. هنحط عليها كيس فانيليا او معلقه صغيره فانيليا، من اللي هي الفانيليا السايلة لو عندك. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. وهاخد بقى انا معايا في الطبق ده ايه، كوبايه كده من السكر. هناخد منها إيه يعني ايه، معلقتين اتنين بس من السكر. معلقتين اتنين كده من السكر هنقلبهم في المقادير. هنكمل بقى ان شاء الله المقادير اللي بقيت الكوبايه ديت في العجينه، بس بعد كده ان شاء الله معايا في الفيديو. اهو هنجيب بقى نص كوبايه كده سمنه على زيت، يعني الكوبايه تبقى سمنه على زيت او زبده على زيت. إيه عايزين تعملوها بسمنه بس ماشي، عايزين تعملوها بزبده بس ماشي. بس بلاش زيت بس، عشان خاطر الزيت ما ينشفش الايه، البسكوته بتاعتك. هي لا اما سمنه على زيت لا اما زبده على زيت. انا عملت اللي موجود عندي بقى في المطبخ. السمنه العاديه اللي هي بتاعت العلب دي، بس كانت والله ريحتها حلوه وادتني نتيجه حلوه يعني. هنيجي بقى دلوقتي الغريب بقى والجديد في الوصفه دي، هي وصفه تركيه، بسكوت تركي بيتعمل كده طبقات. الغريب بقى فيه ان فيه معلقه خميره. يعني ده الجديد في البسكوت. البسكوتات عارفين كلنا ان احنا بنحط لها بيكنج باودر، انما ده هناخد معلقه صغيره بس من الخميره. ما بانتش خالص، ما بانتش ان دي ريحه خميره ولا كانها مخبوزات ولا كلام من ده. هي بسكوته عاديه، بس الخميره ادت لها ايه، يعني حاجه مختلفه كده. وجبت معايا دي ربع كوبايه من اللبن الدافي. طيب لو ما عندكيش لبن، معلقتين لبن بودره هتقلبيهم مع الدقيق. وتعجني وتكملي بقى وتحطي بقى ايه ربع كوبايه من الميه. هتجيب او ممكن مثلا حل تاني برضو، تجيبي ربع كوبايه الميه وتقومي راح حاطه عليهم فيه مقلبه فيهم معلقتين من اللبن البودره. يبقى كده كانك انت عملتي اللبن وتحطيهم. ودي معايا 3 كوبايات من الدقيق. انا عايره كل المقادير بالكوبايات اللي هي المعياريه. انت تعايري بقى الدقيق وتعايري السمنه بالكوبايات بقى العاديه، يبقوا الاتنين زي بعض. هو دول الحاجات اللي اتعايرت، يعني الدقيق والسكر بس. لان هي بسكوته يعني ايه، مكوناتها مش صعبه، مكوناتها موجوده، بس هي طريقه الشغل فيها هي اللي جديده، بس كده. انما هي يعني بسيطه خالص وسهله وموجوده زي ما بقوله كده. عندنا سكر وسكر تموين عادي، لا سكر لا تطحني بقى سكر بودره ولا اي حاجه من دي. شوفوا بقى انا العجينه قعدت اعجن فيها، هي خدت معايا بالظبط ال3 كوبايات دولت. مش غيرهم. بس انا للامانه يعني ان الدقيق بتاعي ده ما كانش احسن حاجه. ليه بقى؟ لان انا وانا بجربه كده حسيت ان هو بينطر السمنه من البسكوته. يعني حسيت ان هو بينطر السمنه كده، فالدقيق ده ما بيبقاش احسن حاجه، يعني انك انت تعملي بيه حاجه يعني بصراحه. يعني ده بقى يتسبق بقى للمخبوزات والحاجات اللي ما بتبقاش فيها لا سمنه ولا زيت كتير، فهي مش بتشرب المادة الدهنية يعني. فمش ما ينفعش يتعمل بيه برضو فطير، لان الحاجات اللي بتاخد دهون كتير دي او كحك او حاجات زي كده بينطر السمنة او الزيت بتاعه، فما كانش حلو. هو يعني مش عارفة، هو دي مغلف والله، رغم ان هو مغلف يعني ما كانش سايب ولا حاجة. المهم نرجع لوصفتنا بقى. لو نسيت بقى وصلت بقى لحد هنا، بالله عليكي ما تنسينيش بقى في لايك كده للفيديو وتعليق حلو منك كده يشجعني ان انا اكمل. واللايك هو اللي بيرفع الفيديوهات يا جماعة. بالله عليكم بالله عليكم، القناة عندي واقعة خالص بسبب قلة اللايكات. ان اللي بيدخل حتى على الفيديو مش هين عليه يحط لايك، سواء الفيديو عجبه او مش عجبه. طب حط ديسلايك انا راضية والله. نرجع لوصفتنا نقول بقى ايه. احنا عملت بقى فردتها ما بين كيسين تلاجة كده. وهاجي بقى على ناحية احط شوية سكر، وارشرش كده بالمعلقة، يعني مش يعني معلقة كده هنرشرشها كده، ونجيب بقى النص ده ونقلبه على الجزء ده. هو دي بسكوت تركي طالع ترند جديد. يعني من الترندات اللي طالعة ديت، وخلينا ماشيين ورا الترندات لما نشوف اخرتها. جايز لعل وعسى كده نطلع برضو احنا كمان نركب برضو الترند ده. الله المستعان. يعني نفسي والله نفسي بتمنى، بس مفيش حاجة بعيدة على ربنا والحمد لله. هنقفل بقى الطبقة كده ونفردها بقى على قد ما نقدر كده. فردناها اهو. يعني هي الفردة جاية معوجة شوية. انتوا طبعا ايه، انتوا طبعا شاطرين اشطر مننا يعني. تعملوا بقى ايه يعني تظبطوا المستطيل شوية. يعني تظبطوا كده المستطيل شوية. هو جه معايا ايه، مش مظبوط قد كده، بس انا يعني ايه حاولت اظبطه على قد ما اقدر. وان شاء الله يعني بعد كده هتلاقوه اتظبط يعني.
يعني هتلاقوه في الاخر كده ان شاء الله اتظبط. كل مره بيتفرد او بحاول على قد ما اقدر ان انا اقرب اللي تحت فوق وهكذا. وهفرد بقى هفرد بقى البسكوتة بتاعتي اهوت طبقات طبقات كده. بس والله يعني هما 4 طبقات بس، يعني انا عملت 4 طبقات. وافرد يعني طبقة واتني واحط السكر وافرد وهكذا. وتقطيعها بقى سهل، يعني هي بجد من البسكوتات السهلة جدا البسيطة. هي بس المجهود الوحيد اللي بتعمله اللي هو موضوع الطبقات ده، بس مش اكتر ولا اقل. ورمت معايا يعني كمية حلوة برضو، يعني عملت هتشوفوا معايا طبعا. رمت معايا حوالي عن صينيتين، صينيتين كده. عملتهم الصينية الكبيرة اللي هي في الطقم المستطيل، والصينية اللي هي الصغيرة اهو. هبدأ بقى ان انا احاول اظبط الدنيا كده على قد ما اقدر. ما بين كيسين التلاجة يريحوني، يخلوش بقى النشابة تتشبط في قلب العجينة، ولا تلزق بقى في قلب المفرش ولا اي حاجة. وبقلب الناحية دي وبقلب الناحية دي بقلب الكيس، يعني بالكيس اللي تحت ده ما بجيش يم العجينة خالص. انا سايباها اهو، بس هي عجينة مرنة اهو. شوفوا انا حاولت بقى ظبطت المستطيل اهو على قد ما اقدر، ظبطته يعني الحمد لله ظبطته. وانا بعدلها حتى كده نطرت شوية سكر كده، بس عادي يعني هحطها وهتعامل يعني اهو. هبدأ بقى كده، دي تقريبا بقى يعني تقريبا يعني انها اخر تطبيقة. هبدأ بقى دلوقتي هعمل معايا بقى شوية سكر باقيين، هحط عليهم معلقة عسل اسمر. هو الوصفة الاصلية ان بيبقى يتعمل بالسكر البني، بيترشش بقى عليها كده. احنا طبعا ما عندناش بقى سكر بني، واصلا سكر الطمين جاي لوحده غامق، فيعني الدنيا غامقة فغامقة، فهنحط شوية بس عسل اسمر كده عشان خاطر نحوله زي سكر بني كده اهو. كده انا شوفوا انا ظبطت المستطيل بتاعي ازاي. ما كانش مظبوط في الاول في الطبقات زي ما انتوا كنتوا شايفين، بس حاولت بقى على قد ما اقدر كده ان انا اظبطها عشان خاطر احاول ان انا اطلع مربعات متساويه شويه اهو. وما طلعتهاش متساويه برضو، يعني كان مربع كده، في واحد كبير واحد صغير الحمد لله. هنظبط بقى الدنيا كده. هي مع نص معلقه صغيره كده حطيتها على السكر، وهقلب بقى وهقلب فيه كده لغايه اقعد بقى اوديه يمين وشمال كده لغايه ما يفرفط تاني من بعضه. هو كتل كده شويه بس بعد كده بيفرفط وبيبقى زي الفل. شلت انا بقى الكيسه خلاص كده، دي بقى ما عادلهاش لازمه. هرشش بقى السكر بتاعي ده واجزقه كده على كل العجينه بتاعتي. يعني هي مش عايزه كتيره عشان خاطر ما يكرملش بزياده، وهي خد يعني ما ياخدش لون بقى بزياده. هو خد لون بزياده اللي هو الحواف الحروف اللي هي دي خدت لون بزياده شويه معايا، انما يعني البسكوته نفسها كانت لونها حلو زي الفل. جبت بقى القطاعه بتاعه البطاطس دي، ما عندكيش اعملي بالعجله بتاعه البيتزا، ما عندكيش اعملي بالسكينه العاديه. سيور واحد شويه بالعرض وشويه بالطول، هيطلع لك مربعات زي الفل. وطالما انت عامله لاولادك كده حاجه حلوه بالحب كده، يعني والله لو هي طالعه هيقولوا عليها تسلم ايدك، وهيتبسطوا جدا جدا منها. وكفايه الوقفه ديت والله، وكم المواعين اللي احنا بنطلعه من الوصفه بجد والله العظيم هيتبسطوا منك جدا 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 ان انت عامله لهم حاجه يعني فاجئتهم بيها، جنب كوبايه شاي، جنب كوبايه شاي بلبن. يعني انا ولادي خلاص اتعودوا على كده، عايزين دايما الحاجات دي على طول في البيت يعني. وبعملها بكل حب والله، ببقى مبسوطه ان انا هفرحهم بحاجه زي كده اهو. شفتوا الطبقات بتاعتي عامله ازاي؟ حلوه جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. انا عارفه انها ملت اليوتيوب والفيسبوك، يعني قنوات كتير كتير جدا عملتها. وانا يعني اخر واحده كده بعمل الوصفه، بس الحمد لله يعني وقت ما بيكون اوانها اهي بتتعمل اهي. عملت بقى الصينيتين دولت، ما حددتهمش بصراحه، يعني مش عارفه هما كام العدد، بس عملوا لي طبق حلو يعني هتشوفوه معايا اهو. انا بقى عملتها على نار متوسطه، لا هتبقى عاليه قوي ولا تبقى برضو واطيه قوي. يعني دي الحوافي اللي انا بقول لكم خدت لون بس كده بزياده، بس يعني حلوة مش وحشة خالص. والطبقات بقى يعني باينة كده فيها، وطعمها حلو قوي قوي بجد اهي. وحسيت برضو ان الدقيق بتاعي ده يعني كان غامق سنة، يعني هي لو الدقيق حلو بقى كده كان زمانه فتحها كده وظبطها. بس انا قلت برضو انزل الفيديو علشان خاطر برضو انتوا تشوفوا الطريقة، وموضوع بقى الدقيق والحاجات ديت كلها انتوا بقى والتسوية وكده تظبطوها براحتكم اهو. زي ما انتوا شايفين كده عمل لي طبق حلو جدا جدا، وولادي اتبسطوا منه جدا جدا جدا. ويا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.